Let's get started. Okay, let's go. Okay, so hello everyone, how are you doing? Hope you're doing well. بقالنا كتير طبعا ما طلعناش لايف. بقالنا كتير ما كانش معانا ضيوف، فالنهارده جايين معانا ضيف مختلف، لايف مختلف. معانا خالد خويلد، right؟ أهلا. ازيك يا خالد، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. خالد كان معانا في الراوند الثامن من كورس ايل سبيكينج. الحمد لله الكورس احنا عملنا منه لحد دلوقتي 8 راوندز، بدأناه من 2022 و2023 ومكملين. طبعا هنبتدي الراوند التاسع الاسبوع الجاي ان شاء الله. فالنهارده معانا خالد هيكلمنا عن تجربته في الكورس، هيكلمنا عن ايه الحاجات اللي استفادها في الكورس، ايه المميزات، ايه العيوب. مش هقول له عيوب يا خالد، تمام يعني. لا قول لا براحتك حول اللي, ولا اللي انت عايزه. تمام. وبرضه عايزاك تقول نصيحة للناس عموما، الناس اللي عايزين يدخلوا الكورس ايل سبيكينج او اللي هيشتغلوا على الايل سبيكينج حتى ولو هيشتغلوا عليه سيلف ستدي. So first of all, can you please introduce yourself? Okay, so my name is Khaled Khouilid. Currently, I'm working as a pharmacist in the Egyptian Red Crescent, and I've joined the IELTS course like 1 month ago. Yeah, okay, that's great. So why did you join IELTS speaking course? Actually, I'm planning to take the test, inshallah, like 15 days from now. I've joined the course. My score was like between 5.5 to 6. Alhamdulillah, now I'm ranging from 7 to 7.5, so that's a very remarkable Yeah, wow, that's improvement. incredible. Alhamdulillah, it's a remarkable improvement in like 30 days or 40 days. So I'm very glad that I leveled up in just a month. So it's a very incredible improvement. Yeah, that's great. الحمد لله. So خالد, let me ask you. يعني طبعا ده إنجاز يعني رهيب إن حد مستواه يعلى في الفترة دي، نقول مثلا باند أو باند ونص، تقريبا من باند ونص. فإيه اللي أنت عملته؟ وقول لنا كده أولا مجهودك. طبعا الموضوع ليه شقين، الشق الأولاني إن في شغل في الكورس هنتكلم عنه، إن إحنا بنعمل إيه في الكورس، والشق التاني إن أنت أكيد اشتغلت على نفسك وأكيد عملت مجهود. فعايزاك تكلمني عن عملت إيه بقى في خلال الشهر ده. هو الحقيقة طبعا الايلتس هو مش بس انك تبقى فلوينت او مش بس انك تبراكتس. طبعا براكتس اهم حاجة طبعا، ده يعني كده كده البراكتسنج اهم حاجة. بس هو مش بس براكتسنج، انت بتاخد كورس عشان في تكنيكاليتيز وفي يعني الجريدنج بتاع الاكزام نفسه في متقسم لكذا شق وكذا حاجه. فالتكنيكاليتيز مهمه جدا عشان تجيب سكور كويس. مش بس اللكسيك ريسورسز، مش بس الجرامر، لا، كذا حاجه مع بعض بتساعدك انك تجيب باند كويس. فطبعا اهم حاجه انك براكتس كتير جدا اون ديلي بيزس. طبعا يوميا مهم جدا انك تبراكتس، وفي نفس الوقت يكون في منتور وبيقول لك الغلطات، بيقول لك ايه هي الويكنس بوينتس بتاعتك. ده شيء مهم جدا. برضو ان يكون معاك جروب ليهم نفس الاهداف بتاعتك، ان هم عايزين يعني يتحسنوا ويخشوا امتحان الايلتس. فده بيشجعك وبيشجعهم انك تتكلم معاهم يوميا. فالبراكتس يعني نقول البراكتس مهم جدا. تمام، حلو جدا. طيب خلينا كده نتكلم عن نظام الكورس معانا، علشان برضو الناس اللي تدخل الكورس تبقى عارفة ايه اللي بيعملوه، الاكسبيرينس. طبعا من خلال الاكسبيرينس بتاعتك يتعرفوا على هما هيعملوا ايه. اول حاجة احنا بيكون معانا 10 سيشنز، 10 سيشنز مرتين في الاسبوع، كل سيشن بتكون ساعتين. طيب هل يا خالد احنا في السيشنز بتبقى عبارة عن محاضرة انا بتكلم وانتوا بتسمعوني، ولا الدنيا بتبقى عاملة ازاي؟ لا، هو بصراحة اللي كان عاجبني جدا الانجيجمنت، وخصوصا مع بقية الناس يعني اللي بيدرسوا كده. ده كان شيء جميل. برضو البريك اوت رومز ده كان أول مرة. يعني أنا زوم ميتينجز من أيام الكورونا وكده، بس كانت أول مرة أعرف إن في حاجة اسمها بريك اوت روم. فدي كانت برضو فرصة جميلة جدا إن براكتس 1 on 1 أو نبراكتس كثلاثة مع بعض. كان شيء جميل. بس ده يعني ده بقى نقطة ممكن نحسنها، إن البريك أوت رومز أعتقد ممكن تبقى أكتر من مرتين. إحنا كنا بنروح بريك أوت رومز مرتين في السيشن. المفروض فلو مثلا أكتر نخليها من 3 مرتين مثلا عشان اكتر. براكتس أكتر.
انا بصراحه كنت بستمتع في بريك اوت رومز لما كنت بتكلم مع الناس، وخصوصا لما يكون في ديسكشن، مش بس ان انا بتكلم قصاد، لا، في ديسكشن بيني وما بين الناس، فده كان شيء جميل جدا. طيب خلينا الاول نعرف الناس البريك اوت رومز، عشان ممكن في حد مش عارف. البريك اوت روم يا جماعه بتكون عباره عن ان احنا مثلا بناخد كورس في كلاس، فاللي بنعمله ان انا بنعمل اكتيفيتي، فانا بقى انا كتيتشر بقسم الناس جروبس، مثلا كل اتنين او كل تلاته يشتغلوا مع بعض. لكن في الاونلاين عشان نعمل ده بندخل حاجه اسمها بريك اوت روم، اللي هو برضو نفس فكره بنعمل اكتيفيتي، فكل اتنين او تلاته بيروحوا في جروب مع بعض، بيتكلموا بيعملوا ديسكشن بلا بلا بلا، ونرجع تاني نكمل السيشن بتاعتنا عادي جدا. فطبعا دي من الحاجات المهمة لأي كورس، وطبعا خاصة لو بنتكلم عن كورس سبيكينج إن لازم الطالب بيبقى فيه جزء بيتكلم فيه. طبعا أنا بدي مثلا السيشن بتاعتي عموما في وقت معين، لكن في وقت تاني الطالب لازم بيعمل براكتس، لازم بيتكلم مع بقية الطلبة في المجموعة. طيب دي أول حاجة بالنسبة للسيشنز. طيب تاني حاجة عندنا بنعمل موك تيستس. عندنا 5 موك تيستس. كلمنا كده عن الموك تيستس وتجربتك معاها، وهل هي حاجة مفيدة ولا مش مفيدة؟ الحقيقه انا انبسطت جدا من المنتورز، محترمين جدا وفريندلي جدا، وعلى طول لما كنت بسأل سؤال كانوا بيردوا. كنت عملت الموك تيست مع ميس ياسمين، حد محترم جدا و ريسبونسيف جدا. وفكرة إن يبقى فيه فيدباك، فأنا كنت كل مرة أعتقد أنا أول إكزام خالص بدأت كان 6 والحمد لله رب العالمين اتحسنت. آخر إكزام كنت أعتقد 7.5، ما شاء الله أو ما ما بين شاء الله. 7 اللي كنت 7.5 تقريبا 7.3. فده كان improvement، كان بالنسبة لي عظيم قوي. يعني أنا كنت حاطط إن أنا 6.57، الحمد لله وصلت 7.5. طبعا الموك تيست حلوة جدا، والفكرة ان يبقى في منتور دي احسن حاجة، ان انا حد بيكون معاك ويقول لك الغلطات بتاعتك والويك بوينتس. انا كنت الحمد لله اشتغلت على كذا ويك بوينتس عندي في التكنيكاليتيز في الاستخدام الجرامر، فكان الحمد لله رب العالمين يعني. انا عايزه اقول برضه يا خالد ان انت ما شاء الله كنت من الطلبه المميزين، لان في طلبه احنا مهما بنقول لهم ان عندهم اخطاء كذا هما ما بيشتغلوش عليها. فلو الطالب ما اشتغلش على الحاجه المستيكس اللي عنده عمره ما هيتطور. لكن لانك اشتغلت على اخطائك فبالتالي انت لقيت تطور. فاحنا محتاجين حاجتين دايما. الطالب مثلا يبقى جاي اللي هو متخيل ان انا هديله المعلومه، هو مش هيعمل حاجه، يعني هو جاي يسمع. لا، هو انا بتكلم وانا بدي اللي عندي، بس انت محتاج الجزء التاني انت تشتغل وتتعب. ففي جزء كبير انت برضو ده لازم حقيقي. تعمله. ما انا كنت دايما اول بعد كل موك تيست لازم ويك بوينتس اهم حاجه. انا مش عايز الحاجات الحلوه اللي انا عملتها، انا عايز ويك بوينتس بالظبط. عشان بعملها في نوتس قبل كل تيست. كنت براجعها تاني ان الويك بوينتس طبعا ما كررهاش تاني. حلو جدا. طيب كمان عندنا بعد الموك تيست عندنا 5 فويس نوتس. ايه بقى ال 5 فويس نوتس دول؟ Can you hear me؟ خالد سامعني؟ اه انا سامعك كده، معلش بس اه الكونكشن اه. مش لا احسن حاجه. تمام. بقول لك بعد كده عندنا تالت حاجة بنقدم ايه 5 فويس نوتس. ايه هما ال 5 فويس نوتس وايه اهميتهم، او انت استفدت منهم ايه؟ الفويس نوتس هي بتيميتيت البارت 2 بتاع الاكزام، وهو ده يعتبر البورت اللي انت المفروض بتطلع فيه السترينث بوينت بتاعتك. ان انا احاول على قد ما اقدر ابين فيه اللكسيك ريسورسز بتاعتي، ابين فيه الجرامر، لان هو البورت الوحيد اللي انت بتتكلم فيه دقيقتين. بقيه البورتس كلها هي ranging from مثلا 20 to 30 seconds، فمش اكتر من كده. فالفويس نوتس هي عبارة عن الايميتيشن بتاع بورتو، فده كان شيء عظيم جدا ان حد يراجع ويحل معايا، او يراجع معايا ويصحح اصعب بورت في الاكزام، او اكتر بورت ممكن ان انا يبقى قوي بالنسبة لي. فكان شيء عظيم جدا. يعني انت كنت بتاخد فيدباك على الفويس نوت؟ اه بالظبط كده، انا بيتبعت لي كيو كارد، بعد كده انا ببعت الفويس نوت حوالي دقيقتين او دقيقتين و10 ثواني، وديتيل فيدباك كان عظيم جدا. وانا الحمد لله بعد ما خلصتهم كلهم ابتديت بقى اراجع تاني الفويس نوتس من الاول، واسمع نفسي تاني واركز في الفيدباك اللي كان بيتبعت.
فده كان حاجة الحمد لله رب العالمين ساعدتني إن أنا أتطور يعني الحمد لله. حلوة جزئية ان انت بتسمع نفسك تاني. في بعض الكانديديتس يقولوا انا ما بحبش اسمع نفسي، انا بسجل وابعت، انا ما بحبش اسمع صوتي. فتحب تقول لهم ايه الطلبة اللي ما بيسمعوش نفسهم يعني؟ ديهم أنا نصيحة كده. كنت كده. أنا كنت كده في الأول. برضه. ابتديت أسمع نفسي 10 ثواني وأقفل، بعد كده نص دقيقة وأقفل. وابتديت إن أنا لحد ما قدرت أسمع نفسي دقيقتين ما كاملين. بتبقاش عاوز صعب كان تسمع الموضوع. لان انت حاسس ان يعني في عك بيحصل مثلا. اللي هو انا مش لا، حاسس ان هو ده اللي المفروض اسمعه يعني. صوتي غريب وبركز في حاجات اه. مش مهمة، يعني بركز في طريقة كلامي اللي هي مش مهمة أساسا. أهم حاجة البرونسيشن مثلا. يس. تمام، حلو جدا. طيب كمان عندنا ستادي بلان ان احنا كل يوم بنبعت ماتيريال على التليجرام، حاجات تذاكرها. قولي كده، اول حاجه، هل كنت بتذاكر الماتيريال دي؟ بس بي اونست يعني. أكون أونست، مش دايما يعني. أكون أونست مش دايما، بس في حاجات بصيت عليها وبعد كده كانت ريليفنت جدا لمواضيع لكومن توبكس في الايلتس. طبعا هو في كومن توبكس، فكانت في حاجات مهمه جدا خصوصا اللكسيك ريسورسز، لان اللكسيك ريسورسز على النت تايهه قوي. يعني بالظبط. لو انت دورت بنفسك هتلاقي الريسورسز كتيره جدا والسينونيمز كتيره جدا، وفي اصلا رير فوكاب اصلا صعب انك تستخدمه. بالظبط. فكان السينونيمز اللي كانت بتاعت بصراحه كنت بستفيد منها جدا. تمام، يعني خلينا برضه نقول الماتيريال اللي بتتباعت دي طبعا بتكون مختلفة. في جزء بيكون للكلمات، الكلمات المهمة اللي انت محتاجها للايلتس، اللي هي خاصة بالتوبكس اللي بتيجي في الايلتس. ايا كان التوبيك بقى، سواء لبارت 1 او 2 او 3، فوكاب هتساعدك ان انت تعلي السكور بتاعك في جزء اللكسس. في جزء تاني برضه كان بيبقى فيه مثلا اوديوز عامة بنسمعها، وبرضه التوبكس اللي فيها خاصة بالتوبكس اللي بتيجي في الايلتس، عشان يبقى عندك ايدياز مختلفة لما تروح التست يعني. وتتسأل اي سؤال، خاصة بالذات سؤال اللي هو في بارت 3. بارت 3 بتبقى احيانا المواضيع فيه صعبة وغريبة، فمحتاج ان انت دايما تسمع كتير عن حاجات مختلفة، وخاصة لو حاجات مش من مجالك. يعني مجالك اكيد لو سألت فيها يبقى الموضوع سهل، ولكن انت تبقى عندك معلومات مختلفة او معلومات عامة عن مجالات مختلفة، فده يساعدك ان يبقى عندك افكار. يعني ما تسألش سؤال واحس ان انا مش عارف هو ايه اللي انا المفروض اقوله يعني. طيب خلينا كده أسألك يا خالد، ايه نصيحتك للناس اللي بتفكر تاخد الكورس معانا، وهل ترشح الكورس ولا لا؟ برضه بي اونست. اه، وحقيقة لا أرشح الكورس، لأن أنا عن تجربة شخصية الحمد لله رب العالمين زي ما قلت في الأول إن أنا كنت ما بين ال 5.5 لل 6. الحمد لله رب العالمين شهر بقيت 7 ل 7.5. فلا الحمد لله رب العالمين مبسوط جدا إن أنا أخدت خطوة، خصوصا أنا كان عندي lack of self confidence جدا في قصة السبيكنج. دي كانت حاجة اتغلبت عليها الحمد لله رب العالمين، إن أنا confident إن أنا أوصل ل 7 7.5. عايزه وده اقول لك التارجت ان سكور موضوع لمعظم طبعا الموضوع السيلف كونفيدنس ده مشكله عند ناس كتير. انا في ناس بدأوا معايا الكورس وهم اصلا باند يمكن 7، و... وهم متخيلين ان هم مستواهم وحش، يعني هم متخيلين كده. الفكره ان الشخص مش واثق في نفسه، يعني ايا كان مستوى الشخص، حتى لو شخص فعلا كويس وبيتكلم كويس وانا شايفه ان هو تمام، لا، هو الشخص من جواه حاسس ان هو لا، انا بتكلم وحش، انا نطقي وحش، انا بغلط. وبقى في بقى افكار حواليه، اللي هو اللي قدامي هيفكر فيا ازاي، اللي قدامي هيتريق عليا يعني. حاجات زي كده بتتردد في دماغ الناس، خاصة مثلا لو انا بقول مثلا بحقيقة. انجلش تيتشر مثلا يدخل معايا الكورس، خايف يتكلم عشان ايه؟ ما انا انجلش تيتشر والناس هتبص لي بصه اللي هو انا ما ينفعش اغلط. فلا، عادي، اي حد ممكن يغلط، واي حد، هو انت جاي الكورس اصلا عشان تغلط وتتعلم، يعني هو ده الهدف. بحقيقة بالذات في الجزء بتاع البرونسيشن بقى ممكن يعني يبقى في شوية lack of self. سامعني؟ اه بس هو النت معلش فيه النت مشكلة. كونكشن عندي غريب أوي، اوكي، معلش. نو بروبلم، يس. كنت بقول إن السيلف كونفيدنس مهم جدا كمان في البرونسيشن، إن في شوية يعني lack of self confidence في حتة البرونسيشن بالذات، البي والبي والتي اتش والكلام ده. حته رخمه شويه. هي اصعب فتره يعني من وجهه نظري في السبيكينج تبقى اول فتره انك تتعود على الكلام، او
تبتدي تخش في المود بتاع اه يعني to break the السبيكينج ice نفسه. بقى، يعني دي الفكرة. بالظبط كده. اول فتره هي اصعب فتره ليها، مثلا اول 2 سيشنز هم اهم 2 سيشنز على فكره يعني هم اه اول اتنين بالظبط، هما سيشنز اول اتنين سيشنز عموما بديكوا يعني عموما كده التست كله عبارة عن ايه قبل ما نبتدي ندخل في التفاصيل. يعني دايما بحب امشي بطريقة ان انا اديك المعلومة كده بشكل جنرال، وبعد كده اقول تفاصيل كل حاجة واحدة واحدة. ده مهمين قوي اول 2 سيشنز يعني. لسه كنت ببص في الماتيريالز البي دي افس، فلا مهمين جدا لان هم فيهم ال- تلخيص كل حاجه. يعني بقيه السيشنز بعد كده هي حاجات صغيره، بنخش ديتيل مثلا في الجرامر، في الايديومز، في الكلام ده. بس اول 2 سيشنز عشان هم مجمعين للبارت 1 بارت 2 بارت 3 مهمين جدا يعني. حلو قوي. طيب قولي يا خالد، قولنا كده ايه المميزات وايه العيوب للكورس. ممكن ابدا. هو مش عيوب، هو ممكن تشالنجز زي ما بيقولوا. لا challenges. هو ايه اللي هو ايه بقى؟ زي ما قلت يا باشا، كان في سيشن بتاعت البرونسيشن لو حطيناه في الاول. اه في انا حد طلب بالنسبه ده. لي انت كانت عارف ان احسن. انا في كورس الايلتس لما بديهم الايلتس الكامل، لما بديهم جزء البرونسيشن، في حد قال لي ايه بقى، قال لي انا عايز الجرامر اول حاجه عشان هو الاصعب بالنسبه لي. فكل واحد عنده حاجه اصعب هو عايزها اول واحده، فانا كده هعمل ايه بقى يعني؟ هنخليه كله في حقيقه انا الاول. كان دي حقيقه انا كان عندي كذا حاجه في البرونسيشن واقعه، الاي دي اندنجز يعني تحديدا كانت واقعه خالص. كان فانا بالنسبه لي انا كنت عرفتها في فاكره الاول. انا فاكره انت قلت لي الاي دي اندنج دي تقريبا اول مره تسمعها، تقريبا صح؟ انت قلت لي كده في السيشن، اه لا، هو قلت لي انا اول فعلا مره كنت اول اعرف ان مره اي اسمع دي الكلام ده. اندنج نطقها مختلف. دي حقيقه يعني. انا الاي دي اندنجز كان عندي فيها ما كنتش عارف ان الاي دي اندنجز اساسا، فانا كنت بنطق كل حاجه اد. فكانت كان ده جاي لي فيدباك في الموك تيست ان انا عندي مشكله في الاي دي اندنجز، وقالوا لي هتاخدها السيشن الجايه. فانا قلت طب ما انا كنت خدتها اول سيشن ما كانش ما غلطت بص خد فيها في بالك ان الموك تيست. كل واحد اخطائه مختلفه، يعني انت عندك مشكله في البرونانسيشن، حد تاني دي عنده في حقيقه. الفوكاب، فالناس مش زي ما بعضها. ما انا بتكلم في كده يعني. مثلا حكايه الجرامر دي، انا الحمد لله كويس في الجرامر، فانا ما كنتش يعني الجرامر ما كنتش استفدت قوي لان انا كده كويس الحمد لله في الجرامر، عارف يعني البيز بتاع الجرامر كويس قوي عندي. فانا مثلا واقع في كده يعني. بس انا كان بالنسبه لي لو كانت ايدي اندنجز في الاول كانت تفاديت الاخطاء بتاعت التست. بس عموما انا سعيده ان انت يعني اتعلمت معلومه جديده، يعني الواحد لما يدخل كورس وبيلاقي نفسه اتعلم حاجه جديده ما سمعش عنها قبل كده، دي بالنسبه له بتبقى حاجه عظيمه. يعني حتى لو دي الحاجه الوحيده اللي طلعت بيها، بحس ان انا لا، انا عملت انجاز، انا اتعلمت حاجه لاول مره، فده في حد ذاته انجاز. وبالنسبه للبرونسيشن فيتشرز عموما طبعا برضو عايزين نقول ان دايما كنت بركز عليها يا جماعه، نحاول نكررها تاني حتى بعد ما الكورس يخلص، محتاجين تاني نتدرب على نفس الحاجات اللي احنا قلناها بنفس الاكزامبلز اللي خدناها، لان في ناس كتير عندها مشكله في البرونسيشن، لان دي كلها اخطاء يعني من زمان. الحاجات دي احنا اتعلمتها اتعلمناها واحنا صغيرين كده، وكبرنا بقى بنفس الطريقه. محدش قال لنا ان اي دي اندنج بتتنطق مثلا 3 طرق، محدش قال لنا ده قبل كده، فاحنا ايه ماشيين مهم. بقى يعني زي ما اتعلمنا هذا ما وجدنا عليه اباءنا، وشغالين بقى بنفس الشكل يعني. طيب احنا كده قلنا التشالنجز، خلينا نقول بقى المميزات. المميزات ان في انجيجمنت حلو جدا. ده كان شيء جميل جدا، هو اللي بيقدر يبوست الكونفيدنس بتاع الواحد. وفي اقدر اقول يعني ايه، سيف بليس ان انا اقدر اغلط ومحدش يقول لي ايه ده او ايه ده. دي كانت دي حاجه لاحظتها، ان حتى في كانت غلطات بيزكس قوي في البرونسيشن كمان بالذات، وكانش فيها اي حاجه عادي. فده كان شيء برضو طبعا طبعا دي مدي حاجه مهمه. مدي سيف سبيس شويه. والموك تيست برضو، لان 5 موك تيست ده حلو وكتير يعني. حلو 5 موك تيست. انا عايزه اقول فكان لك ان احنا عاملين مفاجاه وفويس نوتس الراوند ده، طبعا. الراوند ده عاملين لهم مفاجاه بمناسبه يعني السنه الجديده، عاملين لهم كمان 2 موك تيست زياده. فسوري يا خالد بقى، دي حاجه ما كانتش في بس الراوند عايزك انا كده بتاعكم. ما لحقتهمش. انت كده ما ما قلتش كده. لحقتهمش. لا لا بجد والله. المنتورز كمان، قصه في منتور دي مهمه قوي 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 انا شايفها. لان انا اقعد مع نفسي، ابراكتس مع نفسي، اعمل كل ده مع نفسي، في الاخر ما حدش بيصحح لي.
فانا الغلط بتاعي انا معتبره صح، وهدخل صح بيه بالظبط. الامتحان وانا معتبره صح. فان يكون في منتور، ان يكون في فيدباك. انا الفيدباك كان مهم قوي بالنسبه لي، اسمع الويك بوينتس. والحمد لله رب العالمين، يعني استفدت جدا من الكورس كاوفرول، يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. برضه دي حاجة عايزين نقولها، ان الايلتس عموما لو نتكلم بقى عن ايلتس جنرالي عندنا فور سيكشنز. ففي تو سيكشنز اللي هم الريسبتيف listening والريدنج، لو حد عاوز يشتغلهم لوحده مفيش مشكلة ان انت تشتغلهم لوحدك. لكن السبيكنج والرايتنج هتذاكر لوحدك، ولازم في الاخر يكون في اكزامينر، لازم في حد بيديك فيدباك. لكن زي ما خالد قال كده، انا عمالة اتكلم ومتخيل ان انا جامد جدا، بس انا بعمل غلطات ومش عارفها. فانا محتاج ان انا اتكلم مع حد عشان يقول لي اخطائي. حتى انا كانجلش تيتشر انا محتاجه اتكلم مع حد ويقول لي انا عندي اخطاء ايه، ما هو انا مش هعرف اخطاء نفسي، او في حاجات ممكن ابقى اوير بيها وفي حاجات تانية مش عارفها او مش مركز معاها. لكن لما حد تاني بيسمعني فبيبتدي يكون عنده نظرة تانية مختلفة للأمور، فهيقول لي لا أنت محتاج تشتغل على كذا وكذا وكذا. والكلام ده في السبيكينج وفي الرايتنج. فلازم يعني طبعا مش بنتكلم عن الكورس بتاعنا بس احنا بنتكلم عموما ان انت كحد بيحضر الايس، سبيكينج والرايتنج لازم يكون معاك حد بيديك فيدباك. يعني اعتمد على نفسك هتذاكر، بس في الاخر بعمل تيست وبعرف انا مستوايا فين. لو انا رايح التيست طبعا دي طبعا دي من الحاجات اللي احنا بنقدمها معانا سواء في كورس الايلتس او ايل سبيكينج. بنقول لك انت متوقع منك تجيب بند ايه لو دخلت التيست. بتعمل معانا كذا تيست. في ايل سبيكينج عندنا 5 تيست وعندنا 5 فويس نوتس، والراوند الجديد عندنا كمان 2 زياده. وقلنا الاثنين الزياده دول انت ممكن تختارهم زي ما انت عايز تخليهم سبيكينج، عايز تاخدهم كرايتنج، عايز تاخدهم واحد سبيكينج واحد رايتنج. يعني الموضوع اختياري مفيش اي مشكله. اختار اللي انت عايزه وليك 2 هديه مننا. فدي من الحاجات المهمه طبعا. بس في الاخر بغض النظر بقى عن كل اللي احنا قلناه، والكورس عندنا حاجات جميله وجامده جدا، ولكن في الاخر لو الشخص ما بيذاكرش وما بيشتغلش على الويكنس بوينتس زي ما قلنا مش هيتطور حقيقي. يعني لو انت جاي تحضر السيشنز ومتخيل ان ده انت كده. جاي تحضر وتسمعني وتمشي، او مش هتشارك اصلا وتفضل قافل المايك طول الوقت، مش هتطلع بأي نتيجة. لازم تبقى عارف ان يعني طبعا كلام مش ليك يا خالد كلام للناس عموما. الشخص اللي يدخل الكورس لازم يبقى عارف ان هو داخل عشان يبذل مجهود يجتهد. ويعني ناخد خالد مثال، طبعا خالد مش المثال الوحيد، انا قبل كده برضو طلع معايا كذا حد في راوندز قبل كده. كلهم بنفس الشكل. الطالب مجتهد من اول الكورس بيذاكر بيشتغل على اخطائه بيلاقي نتيجة. لكن طالب دخل الكورس ما اشتغلش على اخطائه وقال لي اصل انا مش فاضي واصل وفصل، يعني كل الحاجات دي طبعا عندنا ظروف وكل حاجة، بس لازم نبقى عارفين ان انت لو هتقول الحاجات دي ومش هتشتغل على مستواك فمش هتلاقي نتيجة. يعني دي حاجة لازم تبقى حاطة في دماغك. لان حتى انا بيجي لي كومنتس احيانا من حد مثلا اخد كورس مع حد تاني، يقول لي اخدت كورس مع حد تاني وما خدتش نتيجة وما استفدتش حاجة. فدايما يعني ما برضاش ارد يعني الا بحاجة واحدة: انت ذاكرت واشتغلت كويس؟ يعني دايما التيتشر عليه جزء والطالب عليه جزء تاني. لو التيتشر عمل الجزء بتاعه انت كطالب كمان لازم تعمل الجزء الخاص بيك. طيب في الاخر كده يا خالد عايزين منك نصيحة أخيرة بقى للناس اللي عايزين يدخلوا الكورس أو عايزين مهم. يشتغلوا على الآيل سبيكينج عموما، تقول لهم إيه؟ نصيحة واحدة، يبقى البراكتس ميكس بيرفكت. أنا شايف إن مم. البراكتس مهم جدا جدا جدا. هو ده أهم حاجة يعتبر ولو أنا أقول نصيحة واحدة، يعني البراكتس ميكس بيرفكت. طول Practice ما makes أنا perfect. Very ببراكتس good. بالظبط كده، أنا عايز أعود نفسي على الإنجليش، فأنا هضطر براكتس. زي ما قلت إن أول فترة هتبقى صعبة. لساني مش متعود قوي، بس انا مش بتكلم انجليش في الشارع انا بتكلم انجليش بس هو في البيت في صح نص ساعه او ساعه في اليوم فقط. كلنا عندنا شغل وكلنا ورانا مشاغل، بس لازم افضي نفسي نص ساعه ساعه براكتس انجليش، واخد فيدباك. ده مهم قوي قوي، عشان المره الجايه ما اعملش كده، المره اللي بعدها اكون احسن وهكذا. فبراكتس مهم جدا للايل سبيكينج يعني. تمام تمام جدا. ودي طبعا نصيحة مهمة جدا جدا جدا. Practice makes perfect. Thank you خالد. Thank you so much. بجد شرفتيني النهاردة. كنت مبسوطة إن أنت كنت معايا النهاردة، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله مع الإنجليش وتفضل مكمل، يعني مش هنقف شكرا طبعا جزيلا. مكملين. العفو على شكرا إيه. جزيلا. Okay. Thank ان you شاء so الله much. باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا مس نورهان. Okay. Thank you اوكي. so much. وشكرا للناس اللي كانوا معانا. See you soon. Bye bye.